النهاردة هنعمل وصفة من أهم الوصفات اللي كلنا بنحبها. هنعمل كفتة الحاتي في البيت، وازاي تطلع معاكم متماسكة ومشدودة وما تفكش منكم وانتم شغالين، وازاي تطلع معاكي طرية وجوسي بالشكل دوت. بس قبل ما ادخل الفيديو حابة اطلب منكم انكم تعملولي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله وندخل الفيديو. اول حاجة معايا كيلو من اللحم المفروم، هضيف عليه بصلتين مفرومين، بصلتين وسط، ومعايا كمان حزمة من البقدونس، وهضيف عليها كمان معلقتين كبار من اللي هي الضاني، واللي هي الضاني معروفة ان هي بتدي للمشويات طعم حلو قوي. بعد كده معايا معلقتين كبار من النشا، والنشا هيديها قوام متماسك وحلو جدا. وهضيف كمان معلقتين كبار من الدقيق، والدقيق هيمتص كل السوائل ومش هيبقى طعمها دقيق ولا اي حاجة. ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. معايا بقى التوابل: ربع معلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة صغيرة جنزبيل، ونص معلقة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من الملح. كده البهارات دي كلها للمكون للكيلو لحمة. نعجن بقى اللحمة المفروم كويس قوي لغاية لونها ما يفتح بالشكل دوت. هنعجن لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما تكون انسجة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين عاملة خيوط ازاي وانسجة كده؟ يبقى تمام. هدخلها التلاجة نص ساعة، بعد كده هبدأ ان انا اطلعها اشتغل فيها. هبدأ ان انا اعوز ايديا زيت بسيط، هبدأ ان انا اشكل الكفتة على عصاية الشيش طاووق. ولو مش متوفرة عندي العصاية هبدأ ان انا اشكلها على شاليمو او على ايديا عادي. شايفين الكفتة متماسكة ازاي؟ ما تفكتش مني ولا اي حاجة. هنبدأ ان احنا نشكل الصباع التاني بنفس الفكرة برضو. بصباعي كده هديله الشكل دوت. هنا كنت خلصت كل الكمية. هبدأ ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 200. الفرن متولع من تحت بس، وهشغل المروحة وهي هتاخد لون من فوق لوحدها كده. ولو عاوزنا ان احنا نحمرها شغلها الشواية شوية، وهبدأ ان انا اطلعها تبقى بالشكل دوت. شايفين طرية ازاي وجوسي وفي نفس الوقت متماسكة؟ بجد طعمها حلو قوي واحسن من الجاهزة. نفس كفتة الحيتي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، نفس الريحة والطعم واحلى كمان. بجد جربيها وانتي هتعتمدي الطريقة دي. وياريت بقى ما ننساش اللايك. مع السلامة.